كان هناك صديقتين صغيرتين اسمهما نور وأسماء. كانوا يعيشون في قرية صغيرة تحاط بالطبيعة الخلابة. كانت نور وأسماء لا تفارقان بعضهما البعض، فإن كانت إحداهما تشعر بالحزن كانت الأخرى دائما موجودة لدعمها. في يوم من الأيام قررت نور أن تقوم بعمل صدقة. كان لديها مبلغ صغير من المال الذي جمعته من توفير جيبها. قررت أن تشتري حقائب مدرسية للأطفال الأقل حظاً في المدرسة. عندما أخبرت أسماء عن فكرة نور أبدت أسماء إعجابها، واتفقوا على تنظيم رحلة صغيرة لشراء الحقائب المدرسية. ذهبوا إلى سوق البلدة المجاورة واختاروا بعناية حقائب ملونة وجميلة، ثم قرروا أن يقوموا بتسليم الحقائب شخصياً للأطفال في المدرسة. عندما وصلوا إلى المدرسة كانت الفرحة تكمل وجوه الأطفال عندما تلقوا الهدايا الرائعة. كانت هذه اللحظة مليئة بالسعادة والرغبة في مشاركة الخير مع الآخرين. عاشت نور وأسماء هذه التجربة الرائعة سوياً، وأدركوا مدى قوة الصداقة والأثر الإيجابي الذي يمكن أن يتركه العمل الصالح. كانت تلك الصدقة ليست فقط هبة مادية، بل كانت أيضاً هبة من القلب، وقوة صداقتهما أضافت إلى قيمتها